رجل قاعد يتابع طول الوقت، يتابع ما شاء الله دي مسوقة عن أنوثتها، هذه شكلها، هذه جسمها، هذه زوجته لبسها. في المطبخ ريحة اي الطبخ. دقيقة، اي واحدة تسوق بأنوثتها عشان تجيب مشاهدات باسم الاهتمام. صحيح. أنا مهتمة، أنا أحب أهتم بشكلي، أنا أحب أهتم بجسمي، أنا أحب أهتم بلبسي، أنا ما أشتري إلا من هذا. أنا أصبح الزوج ينظر إيش؟ ينظر طب وأنا اللي عندي ليه ما هي كذا؟ أنا اللي عندي ليه ما تلبس كذا؟ أنا اللي عندي ليه ما تخصص وقت لنفسها علشان تهتم بنفسها عشان تطلع بالشكل ده؟ ليه ما تخصص، ليه ما تهتم في نفسها أصلا؟ وممكن ينتقصها لا شعوريا. كان راضي فيها قبل، كان راضي أو عادي مقتنع عايشين. فبالتالي لما أفتح عيني وأسلم عقلي، وأنا أقول مو تسليم عقل، يعني أنا بقول هذا زي المرض يدخل بدون ما تحس فيه، حاجة تدخل في الدماغ. ما هو الماركتينج يعتبر يعني حاجة تدخلك غصبا عنك وانت مش حاسس في اللاوعي. بالضبط. فمين اللي بيكون له القرار واليد بأن يتحكم؟ الناضج اللي ماسك ده. الناضج هو اللي يتحكم مين اللي أنا أعمل له إضافة وأعمل له إضافة، ومين اللي أنا أشوفه ومين اللي ما أشوفه، مين اللي أخليه يأثر على مخي. وأنا لو حقعد أشوف الكذب والخداع ده أنا حتأثر فيه، لا إنسان يقول أنا ما أتأثر. تعرف أكتر كلمة تستفزني؟ شو هي؟ لما حد يقول أنا ما أتأثر. والله أنا أشوف بس ما أتأثر، أنا والله أطالع بس ما أتأثر. كذاب. ويتأثر أصلا. تأثر. شوف سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ المرء من جليسه فلينظر أحدكم من يخالل. الصديق الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني شوف كيف الصديق الصالح لو أنت ما تأثرت منه ريحته حجيك، تتأثر في اللا شعور. لازم تحمل 4 صفات من العلاقة عشان تكون ناجحة. لازم تكون علاقة زوجية، وعلاقة صديقين، وعلاقة أم بطفلها وأب بطفلته أحيانا، وعلاقة عشيقين. هذه كل واحدة تحتاج وقت. أوكي. اللي تعمر وتعيش علاقة صديقين، اللي تعمر إنه يكونوا الزوجين عايشين جو إنهم هم أصدقاء، هي اللي تعيش قريبين من عقول بعضهم البعض، يرتاحون لبعضهم بعض، هي اللي تدوم. علاقة العشيقين غالبا تبدأ في بداية الزواج، نلقاها. علاقة أم بطفلها أوقات، أو أب بطفلته وقت التعب، وقت المرض، وقت الاحتياج. علاقة زوجين اللي فيها أداء واجبات وحقوق على حسب هو درايته بحقوقه وواجباته في العلاقة هذه. لكن علاقة الصديقين هي اللي تثمر. عشان كذا احنا نقول دائما اشتغل على علاقتك مع شريك حياتك بالتواصل العقلي والعاطفي. هذول الاثنين شريانين مهمات. إذا ما في عاطفي أزمة، إذا ما في عقلي أزمة. أزمتين تحس أزمتين. لو كان صح. يتهيألي هنوف يعني ما أعرف أنا وأنت إحنا الحين جالسين بنتكلم، يمكن أنا كتفكير مرأة أو مخ المرأة، يمكن المرأة لو كان الشخص اللي معاها متواصل معاها فكريا وعقليا حيقدر يتملكها عاطفيا. هذا اللي صح. فعلا لهذا يسمونه الحب الناضج. أنواع الحب. إحنا كنا شكاوي من الرجال فيما يخص هالموضوع. أولادها رقم 1، أولادها من جابت الأولاد تغيرت علي. هم يقولون البنات يغاروا من أولاده، هو مو بس تغيير. الرجل دائما يبحث عن أن يكون نمبر 1 أولوية. الرجل مو صعب، مو معناته أنك لازم تكونين مستعبدة، لا. كلمات، عبارات، بعض اللفتات، ترى ما يبغى منك ليل ونهار الشعور هذا. بس حساسية، خليك ذكية شوي. المرأة الذكية هي اللي تعيش في العلاقة الزوجية. المرأة الذكية مو اللي على وجهها وكل شيء، لا، في شوية استراتيجيات. لو جيتيني في العيادة أعلمك إياها. بالنسبة أسرار هذه. أسرار. طيب أبغى أرجع شوية لموضوع العلاقة الخاصة هنوف، لأنه من ضمن قصدك خانة التجلطات. خانة التجلطات تحديدا، لأنه فعليا لما أنا بتواصل مع الناس عندي في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في سناب، الكل كان مثلا بيجي يعلق على الموضوع ده، يقول لك في موضوع العلاقة الخاصة في العلاقة الزوجية الرجل أناني، ما يفكر. أنا مو قادر أتحمل، أنا كبرت، أنا ما صار عندي القدرة إنه أنا أقدر أتحمل مثلا انتقاداته الزايدة، تعليقاته الزايدة، إهانته، أو حتى مثلا لو مو إهانة whatever، ما في توافق حتى هو معها، وحتى هو معها ما في، تقول لك خلاص أنا مو قادرة. في رجال يقول لك أيوة أنت تبي تطلقي، بتشوفي السوشيال ميديا، تبي تنفلتي، تبي تعيشي حريتك. لا 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 لا، أنا واصلة المرحلة مو قادرة أتحمل أي حاجة. أنا بكبر. حلو. راعي أنت الشيء ده.
انت جيتي قلتي لي سياسة البالونة ووقفت، فانا معاكم حارف ايش هي سياسة البالونة. سياسة البالونة، والبالونة هذه تنفجر في الأخير. احنا الآن لما نتجاوز عن الطرف الآخر في أمور تأذينا، اوكي، شخص أو شريك حياة من الطرفين، واحد منهم يا زوجة يا زوجة، ينتقد دايم، يا أخي نكدية، يا أخي نقد، دائما نقد، كل ما يدخل على البيت نقد نقد نقد. هذه حالة من الحالات يسمونها السلوك. قلناها احنا في السلوكيات، في العادات السامة، لما عرفنا العلاقات السامة ايش، تذكرين في علاقات السامة حلقتنا؟ صحيح. حكينا انه سلوك مستمر ضار يجيني من الطرف الآخر، يستهلك طاقتي ويكون ضرره علي ومتعدي لغيري. صحيح؟ صحيح. طيب لما يجي هذه صاحبتنا هذه اللي تقول، أو صاحبنا اللي يقول أنا تعبت، أنا خلاص ما عاد فيني طاقة أعطي، أنا وأنا، يا أخي أنت عطيت كتالوج عن نفسك للطرف الآخر أنك تتجاوز، تسامحت، عنفك، هددك، تكلم معك كلام مو كويس، بدأ ينتقد دايم وينتقص منك، وأنت تمشين يلا علو يتغير. سياسات للإصلاح ما فيه. أتحمل وأضغط على نفسي وأتوتر وأحاول أعدي، ويلا الأمور حتزين بعدين، يلا حتتصلح، يجي يقول أنا آسف، أوقات تعدي، تمشي. ما في سياسات للإصلاح حقيقية. ليش إحنا نقول دائما أوقات لازم ردات فعل تكون متتالية ومتتابعة ومتصاعدة أوقات. حكيناها برضو في العلاقات السامة. اثنين، لما نجي نتكلم عن ردات الفعل، اثنين لازم احنا نعرف ان قاعدين نعطي مؤشرات اوقات للطرف الاخر. لما احنا نتهاون، كان يقول انا هذا استحقاقي، هذا انا حبوبة عادي، اكسر فيا كمان وكمان، شيل عادي، خذ راحتك. هذا هو. زي تجي تقولي انا والله اصرف واخذ بطاقتي معاه واخذ قرض وتزوج علي، لا طب انت اللي من البداية. صح. الموضوع يحتاج فيه تكنيك، مشاركة، نعم، لكن المبالغة في العطاء خوفا من الفقد، انت عندك مخاوف معينة جواتك قاعدة تمتلكك. تعالجي عاجل المخاوف حبيبتي. إذا أنت عندك خوف من الفقد، أو خوف من الطلاق، أو خوف إيش بصير في أولادي، المشكلة بمخاوفك. فأنت إيش؟ هذا كأنه قاعد يضرب فيك ليل ونهار، يضرب فيك ليل ونهار، وأنت المؤشرات اللاواعية اللي تعطيني إياها هذا استحقاقي، هذا أنا، هذا كفاية يرضيني، عادي، خذ راحتك. فانتبهوا من ردات فعلكم. أنا بقدم كتالوج لك عن آلية التعامل معي. كل إنسان يقدم للطرف الآخر كتالوج. إذا ما أحسننا تقديم هذا الكتالوج عن ذاتي للطرف الآخر، لا بيتجاوز معي، الناس كلها بتتجاوز معي. والكتالوج ده دكتورة هانوف من وجهة نظرك متى الطرفين يقدموا لبعض؟ أول سنة، ثاني سنة؟ أسوأ أداة للتواصل بين الزوجين، خاصة إذا بغوا يناقشوا موضوع ما، يعني سواء مثير للجدل أو غير مثير للجدل، أفضل أداة هي المقابلة الوجه بوجه، وأفضل للتالي الصوت. السيء جدا التواصل الكتابي، خطر جدا. بالغلط ترسل لك إيموجي بالغلط، تروح في 60 داهية. بدل ما ترسل قلب عادي ترسل قلب مكسور، يلا حلة. ايش قصدك؟ بدل ما ترسل هذه حق الدعاء ترسل هذا اللي يضحك. يعني تستهتر فيه. رجعها، يلا رجعها، الحق عمرك، احذف، لا قد شافت خلاص نسيت. ترى الجوال مرة خطر وخطر جدا. لا تهمل زوجتك. المرأة مثل ما تحتاج دعم نفسي تحتاج دعم جسدي. يمكن الفراش ليس كل شيء للمرأة، لكن الدعم النفسي هو كل شيء للمرأة. يعني الكلام بالنسبة لها مهم، الاستماع مهم، العبارات اللي تسمعها إياها مهمة. هذه اللي تخلي المرأة مستقرة نفسيا، لأنها مرتاحة ومستقرة. فإذا المرأة تنحرف متى؟ ترتكب الخيانة متى؟ إذا في زوج مهمل، زوج ظالم، زوج مخادع، زوج خاين، زوج ما يحترمها، زوج ما يقدر مشاعرها، زوج ما يسمعها، زوج ما يريحها. تبدي تفكر. أعطيتكم قصة فرعون، وهذا نموذج كافر كيف تعامل مع المرأة. وأعطيتكم قصة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، كيف تعامل. زكريا نفس الشيء، امرأة عاقر وظل سنوات، 120 سنة يقولون المفسرين. بعدين بشر ب يعني الملائكة قالت لنا زوجتك راح تحمل، فزوجته ضحكت، قالت أنا وين الحمل، أنا امرأة عجوز وأنا عاقر، ما الله يعني ما في إنجاب طفل.
لكن الله عز وجل قادر على كل شيء وظل معاها. طيب هذا مو اهتمام في المرأة؟ مو اهتمام نفسيتها؟ هذا لما جاء القرآن تكلم القرآن في القضية الجسدية والقضية النفسية. مو هي كيف تستقر الأسرة؟ كيف ما يصير عندنا خيانات؟ كيف ما يصير عندنا انحراف؟ لما يكون في استقرار نفسي واستقرار جسدي. لا تذروها كالمعلقة، آية في القرآن. طيب ليش الله عز وجل قال حق الرجال لا تخلون حريمكم معلقة؟ ليش؟ طيب شو يصير لما الرجل يعلق المرأة؟ لا اللي هو مطلقها ولا اللي هو عايش معاها، معلقة. طيب معلقة، طيب هي تبي دعم نفسي، تبي إشباع حاجاتها، تبي إشباع جسدي. فالله عز وجل نهى الرجال أن يتعاملون مع المرأة كالمعلقة. ليش؟ حتى ما يكون في خيانات في المجتمع، حتى ما يكون في انحراف في المجتمع. فإذا هذا جوابي أنا على السؤال.